هذا الفيديو للناس اللي تفكر ألمانيا كلها مصاري وكلها إيش؟ كلها بلاط، وعم تلم المصاري وجايب المساحة والسلة تبعك وعم تلم. تعال أخبرك يا حبيبي إنه ألمانيا ما ناهيك. ألمانيا بلد للشغل، مو بلد تجي وتمسح المصاري من الأرض وتروح على بلدك، تروح على سوريا ولا تروح وين من كان. والله جا من ألمانيا، والله جا من أوروبا معاه مصاري. هذا عظم ذهب. هذا هم ما يعرفون إنه هذا الشخص اللي طلع على ألمانيا أيوه كل وقت شغال وعلى الفاضي. يا ريت في مصاري، ما في. يا أما تروح تشتغل بالأسود، واللي ما يعرف شو يعني أسود يعني تشتغل بدون علم الدولة وتتبهدل، يا أما تشتغل بعلم الدولة وما يطلع لك كثير مصاري، يعني دوبك مزبط معيشتك ومزبط أمورك. اللي بيشتغل بالأسود عم ياخذ مصاري كاش وعم يجي مصاري من الدولة، فعايش ملك زمانه مو سائل. بس إذا مسك راح يتبهدل. هاي هي بالمختصر. فلا تفكرون كل واحد يعني بألمانيا يعني مصاري. هاي الفكرة شيلوها من راسكم. شو هذا بعد يعني؟ ما أنا عرفان والله. رحت على سوريا نهارين، بهدلة كانت. كل الناس فكر والله ألمانيا وألمانيا. شو ألمانيا يا حبيبي؟ كل النهار عم تشتغل لتحصل لك كم ليرة، وآخر شهر بتحطهم على ما تعرف الله شو الله بيسخر لك. ما تعرف إنه أنت قد إيه أنت أجار بيت بتدفع، ولا بتعرف قد إيه بتدفع طيب تأمين سيارة. هاي شغلات كلها ما بتعرفوها. بس والله بألمانيا بس. هذا شيء بس حبيت إني أحكي لكم إياه بس مو أكثر. إنه تفكير الناس بالمرة صاير شو ألمانيا يعني، بس مفكرينها ألمانيا يعني مصاري. عيب، فكروا أكبر من هيك.